السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين على كل حبايب الحلوين اللي مشتركين واللي مش مشترك معانا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. صباحكم قشطة، صباحكم فل، صباحكم زي العسل. قبل اي حاجة كده، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يدخل علينا رمضان بخير وصحة وسعادة وفرحة للناس كلها، امين يا رب العالمين. تعالوا نصلي على النبي ونزيد النبي صلاة ونوحد الله، وندخل على شركة يوميات نانا عاملة لكم عروض وخصومات وتخفيضات بمناسبة شهر رمضان. القناة الصفحة دي الشركة دي تقدروا تدخلوا لها ازاي؟ هسيب لكم رقم الباشمهندس محمد في اول تعليق مثبت، لو انتي حابة تشتغلي وانتي في بيتك وتزودي دخلك في الايام الحلوة اللي احنا فيها دي. انا بنصح كل ست يا جماعة لو في ايديها وتقدر ان هي تزود دخلها وهي قاعدة في بيتها باي مشروع باي حاجة تكون كويسة ومحترمة وتليق بيها وبولادها، تعمل كده ومتترددش ثانية واحدة علشان الدنيا بقت صعبة. يلا بينا بقى ندخل على الفيديو بتاعنا اللي مدلعنا ونستعين على الشقة بالله ونقول كده ايه. تعالوا ندخل على الشديد والجديد جدا. انا يعني طبعا انا عملت لكم ريسبشن الجزء اللي هو اللي فات، الجزء الاول وده الجزء التاني. بصوا يا جماعة، انا كنت بعمل يعني ماشي الريسبشن ده ممكن اعمله في فيديو واحد، بس معلش انتوا بتشوفوا الفيديو كده قدامكم يعني بتحسوا ان هو قصير، لكن الفيديو طويل جدا. يعني انا ممكن اخد في الفيديو ساعة، ساعتين، ساعة ونص. يعني بعمل الحاجة رايح شوية مثلا، اشيل واحط واسيق، لما بسيق بسيب الارض تتهوى وتنشف كده يعني. عايزاكي بقى تكتبي لي كده في الكومنتات انتي بتتابعيني من انهي دولة، وتكتبي لي كومنت جميل منك كده يشجعني ويحفزني الفترة اللي احنا فيها دي، ولايك وشير وسبسكرايب في القناة، واللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. يلا بقى قومي، كل سنة وانتوا طيبين، ما بقاش في وقت. طبعا احنا كل ست فينا بتشتغل وبتنظف في رمضان وغير رمضان. احنا بنقول بس الحاجات التقيلة قوي، التقايل بنخلصها قبل رمضان علشان لو ينفع تعملي كوباية نسكافيه يا محمد، معلش يا جماعة. لو يعني ايه، بنعمل الحاجات التقيلة دي قبل شهر رمضان، عشان في رمضان ممكن اي حد فيكم بيبقى عنده عزايم، بيبقى عنده يعني اللي بتبقى عندها مثلا شغل كده، بتبقى مشغولة مثلا، الموظفة اللي كده اللي كده تبقى مظبطة حالها ومرتبة أمورها ومخلصة كل حاجة في البيت علشان يدخل عليك الشهر الكريم ده، يبقى صلاة وصوم وطبعا قراءة قرآن وتهجد ونذكر ربنا كتير. احنا بنذكر ربنا في كل وقت، مش بنسيب اسم ربنا ده، او يعني بنصلي على النبي دايما 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 عليه افضل الصلاة والسلام في كل وقت. يعني دايما صلي على النبي واذكري ربنا، ربنا يوسع لك رزقك وينور لك بصيرتك في اي حاجة. بصي انا عايزة اقولك على حاجة حلوة قوي. انا كنت عايشة مع ناس حياتي، بص، وكنت فاكرة ان انا يعني ايه، ما ببقاش مخدوعة فيهم. كنت ببقى فاهمة مغمضة عيني، بقول لا، ده دول اللي بره واللي جوه، وعيني مقفولة وما بشوفش عيوبهم ولا بشوف اي حاجة وحشة فيهم ولا بشوف حاجة خالص. سنين بقى، سنين بقى وسنين، وباجي في الاخر بكتشف في الاخر الوحش. ليه بقى؟ هقولك ليه. ربنا بيسيبني افرح شوية. ما انتي كنت بتبقي مخدوعة يا نانا. لا، ما هو انا كنت ببقى مخدوعة وانا مش عارفة ان انا يعني اللي انا مغمضة عيني دول وعطيهم الثقة والامان في كل حاجة، ان هم هيجي عليهم يوم مثلا وهيغدروا بيا، او هيكسروني او هيزعلوني او هيجرحوني. لا، انا كنت ببقى زي المتغمية كده وبقول لا، دول عمرهم في حياتهم ما يخونوكي ولا يغدروا بيكي ولا اي حاجة خالص. وهوب فجأة كده ربنا بيحبك من كل قلبك، بيظهر لك كل حاجة على حقيقتها واحدة واحدة، وبيكونوا من اعز ومن اقرب الناس ليهم هم. يعني الناس اللي انت كنت بتحبيهم وتعزيهم وتبقي مغمضة قوي عنهم وفاكرة ان هما ما يقدروش يزعلوكي، ما يقدروش يخونوكي، ما يقدروش يكسروكي، ما يطلعوش اسرارك بره ولا حاجة من دي. بتيجي تبصي في وقت كده ربنا يقولك يا بنت ما تفضليش نايمة كده كتير، كده كتير عليكي. يعني كنت بشوف حاجات كتير في حياتي بتظهر لي كده، اقول لا يا بنتي كبري دماغك، خلي دماغك كبيرة، طنشي كبري. الكلام ده الناس مخصوص معروفين
وهم عارفين نفسيهم، لو سمعوا الفيديو اكيد هيعرفوا ان هم ايه. كنت اقول لا 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 لا، كانت الناس تتكلم وتحكي وتقول يا بنت يا نانا ركزي، خلي اقول لهم يا جماعة لا مش معقول، لا ده مش معقول. فللأسف الشديد بيجي عليكي وقت بقى بتتضح لك كل حاجة كل حاجة، وسبحان الله بدلائل وكل حاجة. يعني بصي ممكن تشوفيهم بعينيكي كمان وتسمعيهم بودنك وهم بيذموا في حقك، او هم بيخدعوكي، او هم بيعملوا فيكي حاجات كتير يعني. ولما بتيجي تواجهيهم لا 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 ما حصلش، لا ابدا، لا ازاي. فلما بتسمعيهم بقى صوت وصورة فبتبقى خلاص وصلت. فانا دايما بقولك ما تبقيش مغمية عينيكي مغمضة ابدا، خليكي قريبة من ربنا عشان ربنا ينور لك بصيرتك في ناس كتير. تمام، وتشوفيهم على حقيقتهم يا اختي، ما تبقيش مغمضة. وركزي وخلي بالك كل ست بتشوفني وبتتابعني خليكي قريبة من ربنا عشان ربنا ينور بصيرتك لأي حد انتي ممكن تكوني واخدة فيه ألم، وتكوني مفكرة ان هما ياما هنا ياما هناك، اللي بره واللي جوه يا خراشي، وهما بيبقوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فركزي، خليكي عندك يقين في الله ان انتي اكيد 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 موكلاه هو. بصي دايما قولي يا رب احسن لي تدبيري اني لا احسن التدبير، دبر لي امري اني لا احسن التدبير. دايما دايما والله العظيم بدعي من ربنا، قول يا رب دبر لي حالي. يعني انا تعبت، انا يأست، انا مليت كده، فاهمه؟ بلاقي الدنيا اختلفت خالص معي، راحة نفسية كده، بغض النظر بقى عن فلوس وعن اي حاجة يا جماعة، والله بغض النظر. صدقيني راحة البال دي بكنوز الدنيا. ممكن كنت انا جه عليا فترة من الفترات، والله اقول لكم بصراحة، بس حطي لي اللايك، الفيديو ده فيديو الحقايق، اه والله، والفضفضة زي ما تقولوا هفضفض ودلع، هي اغنية تانية بس انا بقول ايه افضفض. جه عليا فترة كنت عايشة حياة بصراحة حاسة فيها ان انا يعني مغفلة كبيرة، وبنت يعني واخدة على قفايا زي ما تقولوا. لا 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 لا، دول لا، مش معقول، لا لا، ده الدنيا كلها ممكن تزعلني، ممكن تخني، ممكن تخدعني، ممكن تبيعني، الا دول هوب باظ. ابص الاقي ان انا كنت اكبر واحدة حمارة والله العظيم. بس بيجي وقت بقى اللي هو ايه لا ينفع فيه الشفاعة يعني حتى ما ينفعش فيها لا شافع ولا رافع ولا ينفع فيها رجوع، فاهمة؟ فركزي وخليكي مفتحة، خليكي واعية، متخليش حد يضحك عليكي، خلي دماغك كبيرة، تسمعيش لحد، ما تديش ودنك لحد، خلي قلبك تحت رجليكي. بس من الاخر فاخر، ده شغل جامد جدا يا بنتي، داخله تعصينا؟ لا انا بقول لكم بصراحه، الواحده فيكم خلي عقلها في يعني مش في قلبها، قلبها قصدي مش في يعني خلي قلبك ده في عقلك، بلاش تحبي، خليكي فكري، امشي بدماغك اكتر. المهم انا بقى السجاده دي ما كنتش شلتها، هي كانت نظيفه بصراحه، فانا كنت سبتها، قلت هغسلها مع السجاد بتاع الشتاء. فقلت يا بنت يا نانا انت كده كده بتحاولي تشيلي وتخفي من على قفاكي شويه. انا مسكت السجاد كله التاني وغسلته معاكم في الفيديو اللي فات، قشطه. فقلت بقى اعمل ايه، اكمل بقى باقي السجاد اللي هنا، هما 3 سجادات، السجاده الكبيره ودي المشايه دي الطويله، وفي سجاده تانية كبيره دلوقتي طويله كده هشيلها واوريها لكم دلوقتي. والله انا عندي الشقه الحمد لله، والله يا جماعه الحمد لله الحمد لله، والله هي الى حد كبير يعني نظيفه وحلوه برضو. بس انا يعني انا الفتره اللي فاتت دي كنت انتوا عارفين وما زلت تعبانه، والله تعبانه وكده. فوالله العيال كانوا على قد ما بيقدروا بصراحه، لو كان فيهم نفس يعني يساعدوني، يعني يشيلوا حاجه وقعت في الارض، يشيلوا بتاع. لكن انتوا عارفين الشباب لا يعرفوا لا يكنسوا ولا يسيقوا ولا ينظفوا ولا ينفضوا ولا اي حاجه. فانا قلت بقى ايه فرصة،
حطي لي لايك وشير وسبسكرايب وشير الفيديو بتاعي لاصحابك واخواتك وحبايبك لو عجبك الفيديو، واكتبي لي انت من انهي دولة وبتتابعيني في لحد الدقيقة كام، وشرف ليا كبير جدا يا رب. ويا رب يبقى رمضان دخلته حلو عليكم وعليا، امين يا رب العالمين، ويفك كربي وكربكم وما يحرمكوش من حبايبكم ابدا يا رب العالمين جميعا يا رب، ويشفي كل مريض. بس فقلت بقى امسك، انا كنت خلصت الجزء التاني. السجادة الكبيرة دي تقيلة جدا، ودي استحالة اغسلها وانا عندي نزلة البرد دي. انا ممكن انا غسلت السجادة التاني وانا عندي نزلة البرد، رجع لي البرد اشد من الاول تاني. عايزه اقول لكم ان انا يعلم بيا ربنا، بس والله دايما بتشجع وبصلي على النبي وبذكر ربنا كتير كتير كتير. بلاقي نفسي لو قمت عملت حاجة، ها يلا يا نانا كملي اللي بعدها، طب ربنا يقدرك يا بنتي، يلا ربنا يقويك، اكلم نفسي والله كده، علشان برضو ده شغل بيتي وشغل برضو قناتي واكل عيشي والله يا جماعة، ومصدر رزق لينا يعني. فلازم الواحد بيقولك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، وانا بعمل على قد ما بقدر يعني. انا نفسي جدا 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 ان انا اطلع اصور فيديوهات بره واعمل افكار جديدة واعمل حاجات جديدة، بس ان شاء الله كل ده هعمله في الصيف، لان الفترة دي انا مضغوطة شويتين في كذا حاجة كده بعملها وبخلصها، وبرضو عندي ولادي دراستهم شغلاهم واخدة كل وقتي معاهم، انا ما بفضاش برضو. وانتوا عارفين ان المسؤولية والحمل كبير عليا، انا ام واب، فالموضوع كبير معايا شوية، فيعني شايلة الحمل شويتين تلاتة. المهم كل ست بقى بتشوفني كده وبتتابعني، ايه الست جدعة وبمية راجل وقد المسؤولية وقد كل حاجة، احنا جامدين جدا. قلت بقى هعمل ايه، هشيل كل الحاجات اللي على البوفيه المفارش وامسكه اغسله غسله تمام كده، مش هغسله بليفه وسلك وصابون ومواعين وبتاع، لا خالص. انا جايبه جلانس وعندي مساحه وسفنجه كده بتاعت ازاز، هوريها لكم دلوقتي. كنت شاريها من زمان قوي وانا بظبط الحاجه في المطبخ. الفيديو بتاع المطبخ ده هتشوفوا فيه العجب العجاب يا جدعان. انا شقلبت المطبخ بتاعي والله العظيم، هتتصدموا لما تشوفوا فيديو المطبخ. مش عايزه اقول لكم، مش عايزه اقول لكم والله. والله انا بصوا ما بصورش بقالي كام يوم، بشتغل فيه بس ما بصورش فيه. بس الفيديو اللي جاي هصور لكم الفينش، يعني الحاجات اللي هي البسيطه، لان انا تعبانه فعلا، فمش قادره ان انا يعني افتح الكاميرا وتلاقوني هزيله كده او هزيانه وانا بشتغل. ما خدتش على كده بصراحه. ربنا يديكم الصحه وما يكتبش عليكم بخيانه الصحه ليكم ابدا، ويقويكم جميعا امين يا رب العالمين. وعايزه اقول لكم ان في الله بحبكم من كل قلبي، وربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي، ما تحرمش منكم يا رب، ويبقى ايامكم كلها هنا وسعاده. بشكر جدا كل اللي دخل لي جديد القناه ونورني وشرفوني، اخت واخ عزيز وعزيز على قلبي، ربنا يخليكم ليا ويزيدكم نعمه وصحه وسعاده. وبشكر كل اللي دخلوا لي واطمنوا عليا وبيطمنوا عليا لحد دلوقتي. واسفه جدا لو انا ما سالتش على حد او ما ردتش على حد الفتره اللي فاتت دي، غصب عني، حقكم عليا، لان انا يعني تعبانه شويه. بشكر جدا برضو ناس كتير كتير كانوا يعني قريبين مني واقفين جنبي وبيسألوا عليا، ناس كويسين ومحترمين. اهي يا جماعة دي السفنجة اللي انا بقول لكم عليها، زيها زي المساحة كده، بس الميزة اللي فيها ان هي بتغسل الازاز. ازاي بيتنضفوا من كل حاجة، وانتي ان انا مش فاهمة ان انا ما تلبسيلك شبشب كعب عالي عشان تطولي، بدل ما انتي قزعة كده وفضحانة على الفضائيات. والله يا جماعة انا تعبت يعني، انا كل ما بضخم بقصر. مش عارفة مالي والله العظيم. اه والله وزع، مفيش فايدة. ودي بقى المساحة اللي هي المفروض بتاعة الحوض جوه، يعني هي بتاعة ازاز اصلا يعني بتاعة ازاز، بس احنا بنعملها برضك للرخام اهو. ولا ورق بقى جورنان ولا مناديل ولا عبد السميع ولا اي حاجة، احسن اختراع يا كوتش. والله 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 يا جماعة بجد حاجة سهلة جدا وممتعة، ممتعة جدا. والله ما بتحسيش بحاجة، وبتخليلك المراية جميلة، على الرغم ان المراية دي باظت بقالها فترة كده، بس انا بصراحة مش عايزة اغيرها، يعني هي لقيتها كده منغمشة
فيها نقط، بقت نقط سودا كده. ده طبيعي، ده طبيعي مع مرور الوقت. قلت انا كده كده يعني ربنا لو اراد يعني واداني الصحة والعافية كده وقدرني، انا نفسي ان انا اغير السفرة يعني. فقلت هسيبها لما ان شاء الله لما اجي اغير السفرة باذن الله، لو ربنا كرمني في اي وقت واداني باذن الله، انا حاسة وعندي يقين في الله ان هو هيكرمني وهيرزقني. ودايما بقول له يا رب حقق لي اللي نفسي فيه ودي مش اول سفرة اغيرها، انا مغيرة سفرة كتير يعني، مغيرة 3 وقبل كده اوضتين نوم، والاوضه اللي عندي دي الاوضه التالتة برضو مغيراها. انا بحب اجدد اساسا يعني، دي طبيعتي. واللي نفسي اعمله الفتره الجايه الخطه الخمسيه، الانتريه لسه جديد طبعا. ام فهد كانت بعتهولي السعوديه، وعسل السعوديه ربنا يخليها ليا يا رب، ما تحرمش منها ابدا. كان عندي انتريه قبليه بني، بني غامق، بني محروق كده، وقبليه كان بني تايجر، بني في تايجر. ف انا مجنون التغيير، انا بحب اغير كل حاجه واجدد. التجديد حلو، حلو جدا. عن تجربه، جددوا وغيروا هتلاقي النفسيه فرقت معاكم كتير. هو اللي نفسي فيه بعد الفلوس بتاعه الولد، انا لو شافوا الفيديو ده هيقولوا لي بصوا بصوا امنا. والله يا جماعة ما بفتش انا، بس بقى يعني الفلوس كانت متنعكشة بره على البوفيه، وانا بغني كده قلت ايه اعد كده الفلوس واحطها له في المحفظة اهي زي ما انتوا شايفين تاني. والله اهو انا غلبانة، ده انا ام مثالية، انا ام مثالية. مفيش بس غير الفضة. الفضة خدتها شلتها لان انا بحتاجها يعني. بس ادي الموضوع. الارض كانت نشفت اهي، قلت بقى ايه اقعد امسح كده وارقص واغني وانا شغالة وعلى الارض ما تنشف. قمت جايبه حافظه تركي وقمت فرشيها، مش الجديده، الحافظات دي كانت عندي يعني. انا كنت يعني ناويه ان انا اجيب من الحافظات الجداد دول، بس بصراحه انا يعني بسمع اسعار كده خرافه ليهم يعني، اللي يقولوا لك ب 850 واللي يقول لك ب 900 واللي يقول لك ب 1000 ليه يعني؟ دي حافظه سجاد، اسمها حافظه سجاد، حافظه مش سجادة يعني. فاهمين؟ فانا دول الحافظة التركي دي القطيفة دي كانت عندي من مدة، فانا شايفة ان هي جميلة وجديدة لسه وحلوة يعني. حرام عليا ان انا يكون عندي حاجة جديدة ومختلفة مش وحشة وجميلة جدا عجباني. كفاية ان انا راضية بس بقول الحمد لله. بس دي اكتر حاجة عجباني في نفسي يعني، انا كنانة عاجبة نفسي. عاجبة نفسي في ايه؟ في ان انا دايما حابة حياتي وحابة وضعي وحابة عيشتي، ودايما بقول الحمد لله يا جماعة، احمدوا ربنا يزيدكم خيره. حتى لو عيشتكم على قدها وقليلة والله ربنا هيزيدكم خير. وده الموتوسيكل البايظ بتاع احمد، البطارية بتاعته بايظة ومحطوطة هناك اهي. اخوه فكها وراح يصلحها له، قالوا له بايظة، كانت جايله بايظة مش عارفة سبحان الله. المهم فهيغيرها ويجيب له واحدة جديدة ان شاء الله، ربنا يفرجها كده ان شاء الله. نعدي بس ايه حاجة رمضان ورمضان والكلام ده كله، عشان عندنا ضغط شوية اليومين دول، وبعدين نبقى نجيب في الرايق بقى على الصيف كده ان شاء الله، لو ربنا حيانا يعني. وكله بإذن الله. لحد دلوقتي انتي بتتفرجي عليا ونسياني ما حطيتيش لايك، ما حطيتيش ليه يا نانا مفرش على السفرة، وما حطيتيش ليه على البوفيه والسفرة والجزامة دي كمان. انا مش هحط عليهم حاجة غير اما اجي افرش فرشة رمضان ان شاء الله على خير. كل سنة وانتم طيبين كل اللي موجودين معايا. هفصل بقى شوية، افصل شوية ولا انتوا؟ انا لما بسكت في الفيديو بتقولي انتي ساكتة ليه؟ وده الباب بتاع الدولاب الالموتان اللي هو المخستع اللي عندي ده. والله العظيم ما انصح حد يجيب اي دولاب الموتان من اللي هو السوقي. السوقي ده يا جماعة ما انصحش حد يجيبه ابدا ابدا ابدا. والله النهاردة انا بغسل الدولاب اللي عندي اللي انا جايباه ده، والله ما جايباه رخيص، اقسم بالله العظيم ما جايباه رخيص، انا جايباه غالي، كمان من النوع الغالي. الدولاب هوريهولكوا هتتصدموا معايا في الفيديو اللي جاي، هتشوفوا خيبة املي. انا دايما بختي مايل كده، بس دايما برضو بقول الحمد لله، الحمد لله على السراء والضراء. ودي كمان هغسلها يا جماعة، والله حاجتي نظيفة. السجاد شايلاه زي الفل وزي القشطة، بس انا يعني انا بحب انضف كده واغير برضو من وقت للتاني.
هلم بقى كده بالمكنسة الكهربا برضو انا بصي، عودي نفسك، خليكي اعملي حاجتك واحدة واحدة كده على قدك، وجزء جزء وحتة حتة كده، عشان ما تحسيش بس ان انتي كركبت الدنيا عليكي والموضوع وسع منك. يعني اعملي الحاجة براحتك خالص وعلى قدك، دنجة دنجة كده، وبحيث برضو ان انتي ايه، ما تهلكيش صحتك مرة واحدة، يعني فاهمة. انا كنت يعني انا خلصت الروتين ده على فكرة، ما قعدتش يعني، مرتحتش بصراحة. غيرت الاسدال، ده اسدال على فكرة، غيرت الاسدال وكملت شغل في البيت تاني. يعني انا كملت شغل في البيت، ما ريحتش يعني. ليه بقى؟ لان انا مش من النوع اللي مكتوب عليا الراحة. انا الحمد لله عايشة عمري كله شقيانة وتعبانة، وما زلت وبكمل حياتي في شقة وتعب. فالحمد لله انا راضية، ده انا بحمد ربنا ان انا بشقى وبتعب والحمد لله، الحمد لله. غيري قاعد ومرتاح ومش لاقي حاجة يعملها غير سيرة الناس، ويجيب في الكلام ويتكلم على الناس وينم على الناس ويحسد في الناس ويرصد في الناس وينبر على الناس، وشمعنا دي وشمعنا ده. وربنا ما بيرزقهمش على فكرة يعني، ولو رزقهم بيديهم على دماغهم بعد كده. فانا بحمد ربنا ان انا مشغولة والحمد لله، ومش فاضية ومش فايقة لحد، ولا فيها دماغ لا قلنا ولا قالوا، ولا بص لدي ولا بص لده. وحتى لما بشوف اي بلوجر ربنا رزقها او كرمها، بقول والله ربنا يرزقك ويكرمك كمان وكمان، انتي واي ست زيي، انتي واي ست زيي والله. اكبر مني بقى في القنوات، اصغر مني، انا بحب الخير للناس والله. ايوه كلي مستيكه وروقي يا اختي، دي طبيعتي. دايما لما بشوف حد ربنا كرمه او مبسوط في حياته، اقول يا رب ارزقني زيه ويزيده من خير ونعمة كمان وكمان يا رب. اطلبي الخير للناس، ربنا يديك احسن منه. والله العظيم عن تجربة، اسمعي مني بس. والله دايما كده بشوف بلوجر منفصلة هي ومعاها بنتين، هي اسمها زيزي. بحبها جدا على فكرة. ممكن ناس كتير تختلف او تتفق معايا في الكلام، بس انا فعليا انا بحبها على المستوى الشخصي. انا ما بكلمهاش وما اعرفهاش يعني انا اللي اعرفها ان هي بلوجر زيي، يوتيوبر يعني. عندها قناة وقناة كبيرة ومن زمان في المحتوى، بس هي منفصلة ومعاها بنتين، وانا بحبها جدا على فكرة، محتوى حلو يعني. وبتابعها وبتفرج عليها، وفيديوهاتها جميلة جدا وبتقول كلام حلو برضو بيدخل الدماغ. يلا تعالوا بقى شوفوا كده دول سجادتين كده زي ما انتوا شايفين، غيرتهم، دول جداد، مش جداد شاريهم جداد، لا دول كانوا عندي يعني. واهو الدنيا متنضفة متظبطة زي ما انتوا شايفين كده اهو. ولو الفيديو يا رب بس كده يكون عجبكم ونال رضاكم، ولو بشجعك ولو حتى 1%، اكتب لي كومنت جميل وظريف. ما تنسينيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب في القناة هي وشير الفيديو على قد ما تقدري لو عجبك ونال رضاكي. وسيبي بيتك كده عروسة جديدة، اللي يدخل شقتك ويدخل بيتك يقول ان انتي لسه متجوزة النهاردة. ليه لا؟ ليه لا ان احنا نبقى كده؟ خلينا كده دايما على طول نبهر الناس ونبهر نفسنا احنا كمان. يلا لايك وشير وسبسكرايب في القناة، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم سلام ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وكلكم طيبين.